كل بني ادم خطاء. المشكله في جيل اتربى على فكره الترهيب مش الترغيب، انا بسميه دين الخوف. صلي علشان ما تخشش النار. نتج عن كده بقى جيل عايز يعيش بالمثاليه. يعني ايه بالمثاليه؟ يعني ان هو يعمل كل حاجه صح. كل بني ادم خطاء، مفيش حد ما بيغلطش. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يعني لو احنا اصلا ما بنغلطش، ربنا سبحانه وتعالى هيجيب قوم تاني عشان يغلطوا ويبدأ ان هو يستغفر لهم. فربنا سبحانه وتعالى ارحم بيك من اي حد في الكون كله. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني ربنا من اهم اسمائه ومن اول اسمائه الرحمن الرحيم، اللي بيرحمك. اصلا اوقات كتير ربنا بيديكي ألم معين عشان تفوقي لنفسك لعلهم يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. بس انت انوي يبتدي هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه مش عشان ما تخشيش النار، عشان ما تخشيش نار دنيا قبل اخره. والله يعني حلقات كامله عاملاها في القناه اللي هي الفيزياء الكونيه علاقتها بالصلاه، هتعرفي ان كل فرد بيديكي انت طاقه وبيديكي انت شفاء لجسمك. امرنا بالصيام ليه؟ صوموا تصحوا عشان صحتك. هو ده ربنا سبحانه وتعالى. اوعي تفتكر ان ربنا امرنا بحاجه علشان هو عايز مننا حاجه. ربنا سبحانه وتعالى غني، مش عايز منك اي حاجه في الدنيا، بس بيعمل الحاجات دي عشانك انت.